السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة كتصلح للعشاء، كتجي روعة شكلا ومذاقا وكتسخننا في هذا البرد. فالوصفة ديالنا غادي تكونوا اكيد عرفتوها شنو هي، بصراحة بطريقة جديدة، بطريقتي اللي نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فهنا عندي تقريبا واحد 500 غرام من الفول. كناخذو كنقيه وتنغسلوه مزيان، كنعاود نشلوه ونغسلوه مرة اخرى. من بعد كنضيف ليه كميه مهمه من الماء وكنديرو كيغلي فوق النار. بعد ما كيغلي كناخذ واحد المعلقه وكنبدا كنزول هاد الكشكوشه هادي اللي كتكون في الفوق ديالو. فضروري هاد المرحله هادي، فكنبقى حتى كنحيدها كامله تيولي الماء صافي. كنقص عليه من بعد النار وغادي نضيف ليه المكونات اللي غادي تشوفوها معايا. ما تنسوش البنات تخبروني من اي بلد كتابعوني، نكون سعيده جدا بتعليقاتكم. كذلك ديروا متابعه للصفحه. هنا كيف ما كتشوفوا البنات وضعت البصله والثومه، وضعت واحد البصلات متوسطه ووضعت فصوص من الثوم تقريبا واحد الفص كبير من الثومه نقيتهم. وكنضيف شويه د الملحه، خرقوم البلدي قليل فقط، قزبر يابس، شويه ديال السودانيه، شويه د الكمون، وكنضيف واحد 4 معالق من التحميره. وفي الاخير كنضيف زيت الزيتون وتنغطي عليها وتنخلي النار كتكون مهيله حتى كطيب على مهلها. الا طابت في النار مهيله البنات راه كيتحل الفول، كيجي محلول وكيجي بنين، كيعطي المذاق ديالو اكثر. بعد ما طابت البنات كيف ما كتشوفوا معايا في هذه المرحله هذه كناخذ الميكسور وكنطحنها مزيان. فكنخليها البنات على نار مهيله حتى كتحل كتولي هكا محلوله، وغادي نطحنها ونقدموها كتجي ولا اروع. فكنرشها بشويه ديال السودانيه وشويه ديال الكمون وتنقدموها في وجبه العشاء، كتجي لذيذه بزاف وصحيه. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم. مره اخرى البنات الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش خليو ليا قليبات ديالكم، تبارطاجيو الفيديو باش يستافدوا اكبر عدد من الناس. وكذلك ما تنساوش ديروا متابعه للصفحه. والى اللقاء.